خالة. طبعا جاء على بالي اساعدك بتنظيف البيت. شعجب شعتب، شنو هالمفاجأة الحلوة؟ بحياتها ما طلعت منك، تردين تساعديني اليوم؟ طبعا اكيد ابني قال لك روحي ساعدي خالتك، لان مستحيل هذا الشيء من كيفك تسويه. لا يا يمه، عندها طلعة باكر ويا صديقاتها، فقالت اليوم اردت تنظف البيت حتى باكر ما عندها شيء وتطلع ويا صديقاتها. يا ليت الزمان يعود يوما ما، كان ما خليت ابني ياخذ هاي الجنة. جنات هالوقت الله ما يجرحن. اي والله حبيبتي جنتنا، اريدك هذا المكان تنظفيه، تمام؟ وعندي هذا الجلاس اللي قاعد تشوفيه هسه بعينك وحاطته بالخشبه هنا، هذا كديكور ولا اشرب بيه ماي، محتفظه بيه من زمن جدية امي، تمام؟ دير بالك عليه ومن تنظفين على كيفك وياه، ولا تلزميه هواي حتى لا ينكسر واصابعك تنطبع بيه، تمام؟ يا ويل اذا انكسر الجلاس ما تبقين ولا دقيقه بالبيت، تمام؟ وانت ابني اللي قاعد تسمع حلقك ما تفتح اذا صار له شيء على الجلاس، سمعت ابني؟ اثنيناتكم ما تبقون بالبيت اذا صار له شيء الجلاس، فخليك محافظة عليه، تمام؟ ومثل ما تريدين راح يتنفذ. قلاصي طبعا لو الجلاس مكسور اثنيناتكم ما تبقون بالبيت، الله لا يعزنا عليك، لو ما وصلتش كل البيت نظفين كان سويتي، بعد ولا اريدك تمدين ايدك على اقل حاجه، كل شيء انا انظف حتى لو اعرف ليل ونهار، الله لا يعزني. طبعا عود وصيتك على الجلاس هذا من زمن جديتي، لو ما وصيتك احسن.